السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوة بشاير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم جوج بسبوسات بمذاقات مختلفة، كل وحدة تنسيك في الثانية. وجدوهم الفطور العيد إن شاء الله. كيف العادة أخواتي، قبل ما نبداو ما تنسونيش واحد اللايك. بقاو معايا ما تمشيو فين، وفرجة ممتعة. غنبداو بسم الله على بركة الله. بالنسبة للبسبوسة الأولى غادي نحتاج لها بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، اللي غادي نضيف لها واحد الرشة ديال الملح لتعديل الذوق، كاس إلا ربع ديال السكر، دائما القياس بالكاس ديال العنبة، وكيس ديال الفاني باش غادي نسم. غادي نطرب مزيان غير بالطراب اليدوي حتى غيتبدل ليا اللون ديال هذا البيض، يولي ليا فاتح على هذا الشكل هذا. حتى تيذوب ليا السكر. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، كيف قلت لكم دائما القياس بالكاس ديال العنبه وانا كنطرب. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الحليب، اللي غادي نضيف له واحد المعلقه كبيره ديال هاد الكاكاو المحلى. هاد الكاكاو اللي كنديروه في الحليب راه محبوب عند الاطفال، والصراحه حتى حنايا الكبار راه كيجي المذاق ديالو زوين. هو اللي غادي نضيف لهاد البسبوسه باش غادي يعطيها واحد اللذه وواحد المذاق. ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم تضيفوا القهوه. بالنسبه للناس اللي كيبغيو المذاق ديال القهوه يمكن لكم تضيفوا القهوه سريعه الذوبان، ديروها في هذا الكاس ديال الحليب وتخلطوا. خلطت مزيان. من بعد غادي نزيد نص كاس اخر، يعني المجموع كاس ونص ديال الحليب. ضفت لهم هذا الكاكاو المحلى، كنخلطو حتى هو وغادي نديرو. من بعد غادي نخلط مزيان، غادي نحاول انه حتى غينسجم ليا داك الخليط ويولي لي متجانس. عاد غادي نضيف السميده. بالنسبه للسميده من الاحسن ومن الافضل باش تجيكم البسبوسه زوينه تكون السميده نوعيه جيده، وديك السميده اللي كتكون رقيقه. ما ديروش ديك السميده اللي كيكونوا دوك الحبيبات ديالها غلاضين. ضفت الكاس الاول وغادي نضيف الكاس الثاني. غادي نخلط. كيف كنعرفوا القوام او الخليط ديال البسبوسه ما كيكونش قاصح بزاف، لان السميده راها دغيا كتشرب ديك السوائل. كنخليوها خفيفه شويه. ضفت هنا تقريبا واحد 2 معالق ديال الدقيق الابيض الرطب، اللي يمكن لكم تعوضوه بالكوك او لا بالنشا. وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، باش هاد البسبوسه غادي يجيني اللون ديالها غامق كيف شفتوا في بدايه الفيديو. غادي نضيف اخر حاجه اللي هي هاد الكيس ديال الخميره د الحلويات، الوزن ديالو 8 غرام. كنخلط كل شيء مزيان كيف كتشوفوا. ومن بعد غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه هاد البسبوسه هادي. صدقوني هاد البسبوسه راه من اروع والذ ما جربت في البسبوسات معاكم، خصوصا هاد المذاق ديال داك الكاكاو الحلو راه كيجي رائع. المول هو هذا، غادي ندهنو بالزبده. القطر ديال هاد المول 20 سنتيم، غير باش تعرفوا القياس اللي غادي تستعملوا في هاد المقادير اللي عطيتكم. هاد المول هذا كيف قلت لكم القطر ديالو 20 سنتيم. كندهنو بالزبده مزيان من جميع الجوانب، ماشي بالزيت. انا كنفضل فاش تكونوا غتحضروا البسبوسه او الكيك دائما المول دهنوه بالزبده، لان ديك الزبده راه كتزيد تعطينا الرطوبيه والهشاشه لديك البسبوسه. هنا عندي واحد 2 معالق كبار ديال السميده اللي خلطت بيهم، خلطت معاهم واحد شويه ديال الكوك، وهو اللي رشيت به هاد المول هذا باش ملي طيب لي ديك البسبوسه كيف كتشوفوا البسبوسه اللون ديالها بني، ولا درنا غير السميده هكاك فراه غيجيو دوك الجوانب ديال البسبوسه بويض. داكشي علاش خلطت ديك البسبوس، خلطت ديك السميده مع داك الكاكاو باش ملي طيب تجيني اللون موحد. كنفرغ هاد الخليط وغادي نديها طيب في الفران. النار كتكون مهيله وكنطيبوها كما كنطيبوا الكيك. الوقيته اللي غادي تكون هاد البسبوسه هذه كطيب غادي نحضر معاكم السيرو اللي غادي نسقي به هاد البسبوسه. في كاسرونه غادي ندير 2 كيسان ديال الحليب.
اللي غادي نضيف لهم معلقه كبيره ديال داك الكاكاو المحلى، وغادي نضيف كذلك السكر. غادي نخلط كل شيء مزيان حتى غيذوب ليا، وغادي نديه من فوق النار. ما نخليوش هاد السيرو حتى يغلي بزاف، فقط غير يدفى ويذوب لنا داك الكاكاو وصافي. غادي نحيدو من فوق النار وغادي نخليه يبرد. الوقيته اللي غادي طيب ليا البسبوسه غادي نخرجها من الفران وغادي نسقيه بها. اخواتي الا وصلتوا حتى لهنا بالمشاهده، ما تنسونيش من واحد اللايك، بارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده. من بعد ما طابت البسبوسه كيف شفتوا خرجتها من الفران، درتها في هذا الطبسيل هذا. كنتكتكها هكايا بهذا القطيب باش تشرب ليا هذا السيرو هذا. هذا السيرو راه كيجي لذيذ وبنين. خصوصا داك المذاق ديال داك الكاكاو المحلى، راه المذاق ديالو كيكون زوين. كنسقيها مزيان حتى تتشرب ليا، غادي نخليها حتى غتشرب. ومن بعد عندي هنايا 2 علاب ديال الياغورت ديال النكهه ديال الشوكولا اللي كتشوفوه. غادي ندهن بها الوجه، تزيين بسيط جدا. دائما كنقول لكم بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الاختيار ديالكم وعلى حسب شنو كتبغيو نتوما. انا دهنتها غير بهاد الياغورت ديال الشوكولا كيف شفتوا، عادي غير بالمعلقه. ومن بعد غادي نرش عليها واحد شويه ديال حبيبات ديال الشكلاط. حتى الا ما كانتش متوفره عندكم هاد حبيبات الشكلاط، يمكن لكم تخليوها غير بداك الياغورت اللي دهنت بها. غير هو كيف كنعرفوا ملي كتكون هكا شي مناسبه او لا شي عيد، كنبغيو نتفنوا ونزينوا ونشكلوا في هاد الكيكات او لا في هاد البسبوسات. عندي هنا هاد الحبات ديال السوغيز، غادي نقسم كل حبه في النص وغادي نزينها بهذا الشكل هذا، تزيين بسيط. وهالبسبوسه ديالي جات صبحات واجده. زينوا بها مائده الفطور ديال العيد ديالكم ان شاء الله. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي هشيشه ومعلكه وكتذوب في اليد قبل الفم. كيف كتشوفوا غير شكلها كيشهي. كنتمنى انكم تجربوها وتزينوا بها فطور العيد ديالكم ان شاء الله. غادي ندوزو للبسبوسه الثانيه. قبل ما نبداوها خليو لي واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحالكم. كتكون هذه البسبوسه الاولى اللي حضرت معاكم، ودابا غادي ندوزو للبسبوسه الثانيه اللي حتى هي كتجي رائعه، لا في المذاق ولا في الشكل ديالها. اول حاجه غادي نبداو بها هي السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه. عندي هنايا واحد الحامضه اولا ليمونه اللي غادي ناخذ منها غير 3 القطع فقط، ما غاديش نديرها كامله. وغادي ناخذ كذلك كاس ديال السكر حبيبات و2 كيسان ديال الماء، دائما الكاس بكاس العنبه. وغادي نزيد نسم بواحد الفاني. كيف كنعرفوا الفاني مع الحامض كيتواتى. وغادي ندي الكل فوق النار يغلي تقريبا 10 ديال الدقائق. السيرو راه كيوجد. غادي ناخدو بيضه واحده فقط بدرجه حراره المطبخ، نص كاس ديال السكر، واحد كيس ديال الفاني، وما نساوش واحد الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق. فقط هادو هما المكونات اقتصاديا وعلى قد الجيب. بيضه واحده فقط. كنخلط مزيان هاد البيضه حتى تيتبدل ليا اللون ديالها ويولي ليا هكايا فاتح. عاد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، من طبيعه الحال زيت نباتي كنضيفو تدريجيا وانا كنطرب دائما. صافي من بعد ما كندخل داك الزيت في داك الخليط، غادي نضيف واحد المكون اللي كيزيدها لذة وبنة ومذاق يا سلام. عندي هنايا 2 كيسان ديال الرايب. كيف كتشوفوا هذا الرايب هذا بالنكهه ديال الفاني، بما انني منسمه بالفاني فاستعملت الرايب ديال الفاني. راه هذا الرايب ماشي اللبن، الرايب كيعطيها واحد المذاق خرافي، مذاق عجيب. كنتمنى تجربوها بهذه الطريقه. كنخلط مزيان حتى تيتخلط ليا دوك 2 كيسان ديال الرايب مع داك الخليط بهذه الطريقه هذه. ومن بعد غادي نضيف الكاس الاول ديال السميده، من طبيعه الحال السميده اللي كتكون رقيقه جدا اولا داك السميد الناعم. كنخلط حتى تندخل داك الكاس ديال السميده الاول،
وغادي نضيف الكاس الثاني كيف كتشوفوا. صافي 2 كيسان فقط ديال السميده وكنخلط مزيان. ومن بعد غادي نضيف 4 كاس ديال الدقيق الابيض الرطب. بالنسبه لداك الدقيق الابيض بغيتو تعوضوه بنص كاس ديال الكوك فلكم الاختيار. انا ضفت غير نص كاس او 4 كاس ديال الدقيق الابيض. 2 أكياس من خميرة الحلويات، كل كيس من 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام ديال خميرة الحلويات. غادي نخلط الكل مزيان على هاد الطريقة هادي. كيف كنعرفوا بأن السميدة راها كتشرب لنا بسرعة. كنخلط حتى يولي ليا القوام على هاد الشكل. وغادي ناخد المول اللي غادي ندير فيه هاد البسبوسة. كندهنو بالزبده ضروري ماشي الزيت. انا الصراحه جميع لي كيك اولا البسبوسه كندهن لهم لي مول ديالهم بالزبده، لان الزبده كتزيدهم واحد الطراوه وواحد الهشاشه وواحد الرطوبيه، وبسرعه بسرعه كيتحيدوا من المول. كيف شفتوا كندهنو مزيان بالزبده. هاد المول هذا راه القطر ديالو 20 سنتيم، باش الا درتوها في مول اكثر من 20 سنتيم راه ما غتجيكمش عاليه بحال اللي جاتني انا. كنخوي واحد نص كاس ديال السميده فيه باش كنلبسو مزيان بهاد السميده كيف كتشوفوا. ومن بعد عاد غادي نفرغ الخليط. في هاد المرحله هادي انا الفران راني شاعلاه وراه عندي سخون. باش ننجح معكم البسبوسه كيخص الفران يكون سخون. الا كان عندكم الفران كهربائي راكم كتخدموا على 180 درجه، وإلا كان غير الفران ديال الغاز فكتشعلوه مجهد حتى تيسخن مزيان. ومن بعد كطيبوها كما كطيبوا الكيك، النار تكون مهيله. غادي نديها للفران ونطلقوا من بعد ما طيب. من بعد ما طابت البسبوسه كيف كتشوفوا جات محمره، جات عاليه منفوخه، يا سلام. انا قلبتها قدامكم تقلبات بكل سهوله. غادي نولي نقلبها مره واحده اخرى حيت باغا نزوقها على هاد الوجه هذا. كناخد واحد المنديل ديال الورق وكنحيد غير داك الفائض ديال ديك السميده اللي بقى ليا على الجوانب. ودابا غادي نسقيها. كيف قلت لكم البسبوسه سخونه والسيرو راه بارد، حيت اول حاجه بديت بيها هي السيرو. طيبته هو الاول باش يبرد ليا. اخواتي الله يجازيكم بخير، ما تنسونيش بواحد اللايك فضلا منكم باش يطلع ليا الفيديو شويه ويتشاف عند ناس اخرين. الله يجازيكم بخير وكنشكركم جزيل الشكر. ما تنسونيش بواحد اللايك، الله يجعلها لكم في ميزان الحسنات. صافي من بعد ما سقيتها بداك السيرو خليتها حتى تشرباتو تقريبا واحد نص ساعه. ودابا درت لها غير واحد المعلقه ديال المربى. كيف شفتوا انا عندي غير المربى اللي كيكون جاري من الاحسن، لان داك المربى اللي كيكون ديال الماكله اللي كيكونوا فيه دوك الطريفات فراه ما كيجيش تزيين زوين. وعندي هنايا واحد شويه ديال الكوك اولا جوز الهند اللي غادي نديها هكايا دائره. وفي داك القلب ديال الدائره غادي ندير رقائق اللوز. بالنسبه للتزيين دائما كنقولها لكم كيبقى اختياري وعلى حسب كل سيده وكيف كتبغي تفنن وتبدع في دارها. وكيكون هذه هي البسبوسه اللي حضرت معكم. كتجي خفيفه، شوفوا هانتوما خفيفه هشيشه كتذوب ذوبان، مذاقها عجيب يا سلام. كتجي روعه روعه روعه. كنتمنى تجربوا هذا الفيديو هاد الطريقه ديال هاد البسبوسه. وكنتمنى يا ربي يطلع لي هاد الفيديو ويفرح قلبي ويتشاف عند ناس اخرين. وبارطاجيوها البنات الله يجازيكم بخير. بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم مع احبابكم مع جيرانكم باش تعم الفائده.